تفتكروا ليه رامز جلال بقاله 13 سنة بيتذاع على الفطار؟ يعني لازم غصب عنك هتتفرج عليه. مرة لابس بدلة حمراء ودي زي الشيطان في الماسونية، وفي مشهد تاني بيعمل رمز 3 ستات بإيده وده رمز الماسونية برضه. طب ليه كل سنة نفس البرنامج بس بفكرة مختلفة؟ نفس الميعاد، نفس الضجة، نفس الطقوس، وميزانيات مفتوحة حتى لو الموسم نجح أو اتهاجم. وإزاي نجوم عالميين بيظهروا بسهولة بالشكل ده؟ ومين اللي بيمهد الطريق ويفتح الأبواب؟ تعال نحط شوية نقط قدامك والإجابة سيبها لإحساسك. الغريب في الموضوع مش بس الاستمرارية، الغريب كمان إن البرنامج طول تاريخه بيجر وراه جدل ما بيهداش أبدا. تترات قاتمة، بوسترات بألوان تقيلة، ومواقف شكلها كوميدي لكن وراها رسائل مبطنة. طب هو طبيعي ان تتر برنامج مقالب يبقى فيه الجو السوداوي ده كله؟ فاكر لما مرتضى منصور هاجم رامز بشكل مباشر وطالب ان هو يوقف البرنامج ده؟ ساعتها قال اتهام خطير جدا، قال رامز ده ماسوني، وبعدين فجأة سحب كلامه ومسح الفيديو والبوستات وسكت خالص. وده غريب على شخصية ما بتتراجعش بسهولة زي مرتضى منصور حتى في أزمات أكبر. يا ترى ليه تراجع المرة دي تحديدا؟ في إعلاميين كتير طلعوا يقولوا إن مواسم البرنامج مش ماشية كده عشوائي، لكن فيها فكرة متكررة حوالين العناصر الأربعة: مية، هوا، تراب، ونار. ولما تبص على أسماء المواسم زي قرش البحر، واكل الجو، تحت الأرض، وبيلعب بالنار، هتلاقي ناس مقتنعة إن الموضوع مش صدفة خالص، وإن في خيط واحد رابطهم ببعض. وكمان اتفتح كلام طويل عن البوسترات والتترات، ألوان صارخة قوي، أشكال مثلثات، عيون مرسومة، ورموز بتتكرر بطريقة تلفت النظر، وكلها رموز الماسونية. في ناس شايفة إن التفاصيل دي مش مجرد شكل جمالي، لكن مقصودة وبتتزرع في عين المشاهد بشكل مدروس. ما احنا اتكلمنا قبل كده عن الرسائل الغير مباشرة اللي بتتوجه لعقلنا اللاواعي عشان يتعود عليها ويحفظها. يعني تكرار الرموز بالشكل ده بيخاطب العقل الباطن، وحتى لو انت مش واخد بالك الفكرة بتفضل تتكرر قدامك لحد ما تترسخ جواك، وده من غير ما تحس نهائي. وعشان كده حسب الكلام ده مش هتلاقي الرموز دي في البرنامج لوحده، لكن في محتوى ترفيهي كتير حوالينا. ولو رجعنا لبعض المواسم هنلاقي مشاهد العواصف والانفجارات متقدمة بطريقة استعراضية زيادة عن اللزوم، كأنها عرض قوة مش مجرد مشهد درامي. وده خلى الناس تربط بين الشكل ده وبين فكرة قوة خارقة مسيطرة على كل حاجة. حتى ألوان الشعر واللبس في مواسم معينة دخلت في التحليل، وقالوا إنه ليها دلالات رمزية محطوطة عن قصد. اللي اتقال في التسريبات الجديدة للبرنامج إن في ديكورات غامقة وأشكال هندسية لافتة وأجواء رعب أعلى من المعتاد. فريق من الناس قال دي رسايل مش مجرد ديكور، وفريق تاني رد يا جماعة دي أدوات تشويق بصري عشان تعلي التوتر قبل المقلب. وفعلا برامج المقالب شغالة على عنصر الصدمة: صوت عالي، حركة مفاجأة، نور بيتغير، وبعدين الضحكة تيجي في الآخر. فالمبالغة في المؤثرات شيء متوقع علشان الإحساس يوصل. وبرضه كل سنة بتتكرر حكاية ربط مشاهير بقصص أكبر من حجم برنامج ترفيه. اتقالت أسماء كتير منهم محمد رمضان، لكن لحد دلوقتي مفيش حاجة موثقة بتربط أي فنان بالمزاعم دي من خلال البرنامج نفسه. واللي بيحصل إن أي لون أو شكل أو لقطة بيتقري بأكتر من معنى، وكل واحد بيشوف اللي دماغه مهيئة ليه. كل ده في الآخر شغل صناعة وترفيه. كل موسم محتاج ثيم واضح وألوان قوية وصور ضخمة علشان يبان إنه مختلف عن اللي قبله، وبالتالي طبيعي تلاقي مبالغة في الديكور والمؤثرات. وطبيعي كمان إن التتر يبقى درامي علشان يخلق حالة تشويق من أول دقيقة. في رأي بيقول إن الجدل نفسه جزء من اللعبة، كل ما النقاش يسخن كل ما المشاهدة تعلى والبرنامج يفضل حاضر في الكلام قبل ما يبقى حاضر على الشاشة. غير كده تركيبة رعب خفيف وضحك شغالة دايما، خصوصا في رمضان مع لمة العيلة والمشاهد الجماعية. كل سنة تقريبا بيطلع نقاش جديد: هل المقلب تمثيل ولا حقيقي؟ هل الضيف كان عارف ولا اتفاجئ؟ وهل ردود الفعل مبالغ فيها؟ هو الجدل نفسه بقى جزء من المتعة عند الجمهور. في ناس بتتفرج علشان تضحك، وناس بتتفرج علشان تمسك الغلطات، وناس تانية بتتفرج عشان تقول رأيها بس. والنتيجة في الآخر الكل بيتكلم والبرنامج حاضر في كل بيت. في نقطة تانية بتتقال كتير: إن عنصر الصدمة هو البطل الحقيقي
وكل حاجة مصممة علشان توصل المشاهد للحظة توتر مفاجئ، صوت عالي، حركة سريعة، تغيير مفاجئ في الإضاءة، وبعدين الانفراجة. التركيبة دي معروفة في عالم الترفيه، تخض وتوتر وبعدين تضحك. فهل الرموز والألوان مجرد أدوات نفسية لرفع الإحساس ده، ولا في معنى أعمق بيحاول البعض إنه يقراه؟ طيب، هل في إشارات صريحة لجزيرة أبستن جوه الحلقات؟ لحد دلوقتي مفيش دليل واضح ومؤكد. اللي موجود تفسيرات لصور وديكورات واتجاهات فنية، وفرق كبير بين إنك تفسر وبين إنك تثبت. الخلاصة، العمل معمول على إثارة محسوبة عشان يقدم تجربة مشوقة، والجدل حواليه بقى جزء من هويته. الربط بقصص عالمية ضخمة غالبا جاي من قراءة الجمهور للرموز، مش من تصريح أو دليل مباشر. سواء شايف الموضوع تسويق ذكي، أو صناعة ترفيه متقنة، أو حتى حاجة فيها رمزية أكتر من اللازم، الجدل نفسه بقى جزء من الحكاية. ويمكن ده أكبر دليل إن اللعبة شغالة زي ما هي مرسومة. كل سنة سؤال جديد، وكل سنة الناس بتجاوب بطريقتها. وبرغم كل الكلام، الحقيقة إن الجمهور نفسه هو اللي حافظ على الاستمرارية دي. لو الناس زهقت فعلا كانت النسب هتنزل والموسم يتغير أو يتوقف. لكن اللي بيحصل العكس، كل سنة في انتظار، وكل سنة في نقاش، وكل سنة في ترند. يمكن السر مش في المقلب نفسه، لكن في حالة الترقب الجماعي اللي بتحصل قبل وبعد الحلقة. لكن في الآخر، السؤال اللي ملوش إجابة واضحة، هل كل ده فعلا رسائل متخطط ليها، ولا مجرد اختيارات إخراجية عادية هدفها التشويق ورفع نسب المشاهدة؟ هل اللي الناس شايفاه نمط حقيقي، ولا مجرد دماغ بتحب تربط الخيوط ببعض وخلاص؟ الحقيقة إن الآراء كتير ومتضاربة، لكن المؤكد إن الجدل حوالين البرنامج بقى جزء من حكايته، وهو ده سر استمراره وانتشاره لحد دلوقتي. ومن ضمن التسريبات دي كمان، واللي ظهرت، إن البرنامج هيبدأ باستضافة مذيعة معروفة، وبعدها بيقع الضيف في 7 مقالب ضمن الحلقة. من ضمنها إن أرضية الاستوديو بتقع فجأة، وبيلاقي الضيف نفسه قدام رامز جلال، اللي بيطلق عليه مجموعة حيوانات منها الزواحف وقرد بيتنطط على الضيف. وفي النهاية، كل عام وانتم بخير، رمضان كريم علينا وعليكم. متنسوش تدوسوا لايك وتشيروا الفيديو وتشتركوا معايا في القناة، واشوفكم في حكاية جديدة. سلام.